تخيل معايا كده انك دلوقتي في اخر لحظه في حياتك، قلبك بيبطأ وكمان النفس بيتسحب من صدرك واحده واحده، وفجأة سكوت تام، انت ميت. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كل نفس. وبعد شويه يكفنوك وياخدوك علشان يحطوك في القبر بتاعك ويقفلوا عليك ويسيبوك لوحدك ويمشوا، محدش معاك، انت لوحدك في القبر. فيا ترى اول ساعه في القبر ده هتبقى عامله ازاي؟ وهل في عذاب في القبر فعلا؟ علشان كده الصحابه كانت بتعيط لما بتفتكر سيره القبر. ولو في عذاب في القبر، ايه شكل العذاب ده وايه انواعه؟ وهل كل الناس بتتعذب في القبر ولا ناس وناس؟ وهل كل اللي في القبر عذاب بس ولا في نعيم برضه؟ كل دي اسئله لو انت مسلم فلازم تكون عارف اجابتها كويس قوي، وده لانك في يوم من الايام هتموت وهتتكفن وهتدخل القبر لوحدك. فصدقني في الفيديو ده جمعت لك كل المعلومات اللي انت محتاج تعرفها عن القبر وعن عذابه وعن نعيمه من كلام النبي عليه الصلاه والسلام. فكمل الفيديو ده للاخر ومش هتندم، وانا واثق من كلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي وفانزاتي في كل مكان، اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. معاكم اخوكم احمد شوقي، صاحب ومؤسس هذه القناة. صديقي لو اول مرة تشوفنا يا صديقي، فاحنا بدأنا القناة دي من 10 شهور والحمد لله خلاص قربنا على 200,000 مشترك، وده كله يا صديقي بفضل الله وكرم والله وتوفيقه، احنا ما عملناش حاجة. فانزل خد لك لفة في القناة كده، ولو عجبك المحتوى يا باشا ما تنساش تشترك في قناة اخوك، ولو حابب تتواصل معايا تقدر تبعت لي على انستا، وان شاء الله باذن الله هرد عليك، ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله هرد عليك، ان شاء الله هرد عليك. ويلا بينا نبدا في الموضوع بتاعنا النهارده. عاوزك دلوقتي يا صديقي تتخيل معايا ان انت دلوقتي حالا بيصلوا عليك وشايلينك علشان يودوك القبر بتاعك. لازم تتخيل الكلام اللي بقول لك ده يا صديقي، علشان في يوم من الايام اكيد هتكون في الموقف ده، وممكن يكون الوقت ده قريب، فركز جدا واعمل اللي بقول لك عليه. المهم دلوقتي ياخدوك من المسجد على القبر بتاعك وانت لسه روحك معلقه في السماء ما نزلتش، وبمجرد انهم يحطوك في القبر بتاعك ويقفلوا عليك ترجع روحك في جسمك على طول. وهنا بقى تسمع صوت شخشخة نعالهم وهم ماشيين وسايبينك، صحابك واهلك وكل الناس اللي انت تعرفهم وكنت عايش معاهم كله سابك ومشي وانت لوحدك. وهنا بقى تناديك الارض وتقول يا فلان ابن فلان، لقد كنت احب خلق الله لدي فالان ترى صنيعي بك. وهنا يبدا يضيق عليك القبر شويه شويه. بس هل القبر يا صديقي هيضيق برضه على الناس اللي بيكونوا من اهل الجنه؟ ايوه يا صديقي، النبي عليه الصلاه والسلام قال للقبر ضمه لو نجا منها احد لا نجا منها سعد بن معاذ. وللمعلوميه يا شباب، سعد بن معاذ ده كان سيد الانصار، اهتز لموته عرش الرحمن، وكمان نزل 70,000 ملك علشان يشيعوا جنازته. يعني متخيل لو نجا من ضمه القبر ده حد، كان المفروض سعد بن معاذ. لكن عاوز اطمنك يا صديقي، ضمه القبر للمؤمن تختلف تماما عن ضمة القبر للكافر. ضمة القبر للمؤمن بتكون بالظبط زي ضمة الأم لابنها، مليانة حنان وحب، بينما يا صديقي ضمة القبر للكافر بتكون زي صخرة كبيرة قوي على جبل ووقعت على بيضة. الكافر بيكون حاله زي البيضة دي يا صديقي، تختلف أضلاعه من شدة الضمة دي. المهم يا صديقي بعد كده يدخل عليك ملكين، منكر ونكير. النبي عليه الصلاة والسلام وصف لنا شكلهم وقال أصواتهم كالرعد القاصف وأبصارهم كالبرق الخاصف، عيونهم زرقاء ووجوههم سوداء ولهم انياب. يعني منظرهم صراحه يعني قمه في الرعب. تخيل تشوف كده المنظر ده وانت في القبر، داخل عليك اشكال بالمنظر ده، منتهى الرعب. ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هنا بقى يا صديقي زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في الآية، العبد المؤمن ربنا يثبته، يجيله الملكان دول ويقعدوه. فالعبد المؤمن أول ما يقعد يتخيل له الشمس في ساعة الغروب، فيقول للملكان اتركوني علشان أصلي العصر، العصر هيفوتني. أنت متخيل ملائكة بالشكل ده وفي القبر ولوحدك معاهم، وكل اللي في دماغك إنك تصلي العصر، ما فيش حاجة في دماغك غير صلاتك اللي كنت متعود عليها ومحافظ عليها في الدنيا. سبحان الله يا أخي، والله العظيم سبحان الله. وهنا الملائكة بقى ترد عليه وتقول له أنت في عالم تاني، أنت في زمن غير الزمن، انت في عالم البرزخ، هنا مفيش عمل، هنا في حساب وجزاء. وهنا الملائكه يسالوه ويقولوا له من ربك؟ يرد عليهم ويقول ربي الله. يقولوا له طيب ما دينك؟ يقول لهم ديني الاسلام. يقولوا له طيب ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيرد عليهم الرجل المؤمن ده ويقول انه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. دول الثلاث اسئله اللي احنا كلنا عارفينهم. في بعض الروايات بيقولوا في سؤال رابع، والله يا شباب انا ما كنت اعرف اجابه السؤال الرابع ده اصلا، سبحان الله. واحنا عايشين اهو ومفيش قبر ولا في منكر
ونكير ولا في اي صدمه ولا حاجه ومش عارفين اجابه السؤال ده. فانا هقول لك السؤال ده دلوقتي وقول لي كده في الكومنتات انت كنت تعرف اجابته ولا لا. يسالوه يقولوا له وما علمك؟ يرد عليهم الرجل المؤمن ده ويقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فهنا بقى يا صديقي ينادي منادي من السماء أن قد صدق عبد فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له باب من الجنة فيأتيه من ريحه. وهنا بقى الرجل المؤمن ده يشوف مكانه في الجنة وقبره يتوسع عليه لحد منتهى مد بصره. كل النعيم ده هيحصل له في القبر بس، فبالك بقى بالنعيم اللي هيكون في الجنة. اللهم اجعلنا يا رب وإياكم من أهل جنة الفردوس، قولوا أمين. يقال لو أن قطرة قطرت من الجنة إلى الأرض لحلتها، يعني قطرة واحدة بس من الجنة نزلت على الأرض خلت الأرض حلوة. ويقال لو أن قطرة قطرت من غسلين إلى الأرض لخبثتها. المهم يا صديقي بعد كل الأسئلة دي يجي لك راجل شكله حلو جدا وريحته جميلة، يجي لك الراجل ده لحد عندك ويقول لك أبشر بالذي يسره، هذا اليوم الذي كنت توعد، ده اليوم اللي اتحملت وعشت حياتك كلها علشانه. فالمهم انت تستغرب من الراجل ده وتسأله انت مين؟ انت مين يا عم؟ يرد عليك ويقول لك انا عملك الصالح. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وهنا يا باشا بقى انت تفرح فرح شديد، خلاص يا باشا انت كده اطمنت وعرفت ان انت نجحت في اصعب امتحان عدى عليك في حياتك كلها، وتبدا بقى تدعي وتقول يا رب اقم الساعه يا رب اقم الساعه. كل ده هيحصل للعبد المؤمن بس، يا رب انا وانت نكون منه. اما بقى يا شباب العبد الكافر المراحل دي مختلفة عنده من أول طلوع الروح، زي ما قلنا في الفيديو اللي فات. للناس اللي شافت الفيديو اللي فات، لو ما شفتش الفيديو ده أنصحك تشوفه هيفيدك جدا. من أول طلوع الروح ملك الموت يقول له خروجي أيتها الروح الخبيثة، وملائكة العذاب تاخد الريحة دي وتكون ريحتها نتنة ومقرفة وتطلع بيها على السماء، ولكن أبواب السماء ما تتفتحش للروح دي خالص، ويسمعوا صوت من فوق السماء وهو بيقول اكتبوا كتابه في سجين. فالملائكة أول ما تسمع الكلام ده تمسك الروح دي وتحدفها في الأرض، مش تحدفها ترزعها في الأرض رزعة، من شدة الرزعة دي الروح دي تنزل في باطن الأرض تحت في سجين. فهنا بقى نكمل على الفيديو اللي فات، تنزل روحك في القبر بتاعك، وهنا القبر يقول لك يا عبد الله لقد كنت أبغض أهل الله إلي والآن ترى صنيعي بك. يبدأ القبر يضم عليك ضمة تختلف فيها أضلاعك، من شدة الضمة ضلوعك تخش في بعض كده زي ما وصفنا في الأول وضربنا المثال بتاع الجبل والبيضة. شوف انت كل اللي سمعته ده ولا حاجة بالنسبة للي جاي. ربنا يسترها علينا يا رب، وربنا يا رب يجعلني وإياكم من أهل الجنة. وفي نص الفيديو كده ما تنساش تدعوا لإخواتنا، انتوا عارفين أنا قصدي على مين، ربنا يثبتهم وينصر. وبرضه يا شباب علشان تكونوا عارفين في نص الفيديو كده، عشان ما انساش، اللي بيعمل الصور المصغره بتاعه الفيديوهات بتاعتي الباشمهندس احمد عاطف، هسيب لكم اللينك بتاع قناته تحت تقدروا تتواصلوا معاه وتطلبوا منه شغل لو انتوا عايزين. المهم نرجع لموضوعنا يا صديقي. بعد ما العبد الكافر دي ضلوعه تخش في بعض في القبر من شده الضمه، يجي له الملكان منكر ونكير بهيئتهم المرعبه اللي احنا قلنا عليها في الاول. وهنا بقى هو هيخاف منهم جدا ويترعب، مش زي العبد المؤمن يقول لا انا هقوم اصلي، لا ده يخاف جدا ويترعب منهم، ويبداوا يسالوه الاسئله اللي قلنا عليها في الاول برضه. ولكن مع كل سؤال هم يسالوه له يجاوب عليهم ويقول لا ادري لا ادري. ترد عليه الملائكه وتقول له لا دريت ولا تليت، ويضربوه بمطرقه من حديد وسط راسه. فمن شده الضربه دي يصيح صيحه يسمعها كل من في الارض الا الثقلين، والثقلين دول الانس والجن، يعني كل الحيوانات اللي عايشه في الارض، كل الحيوانات تسمع صوت صيحته اللي قالها من شده الضربه دي الا الانس والجن. وهنا بقى ينادي منادي من السماء ان كذب عبدي فافرشوا له من النار وافتحوا له مكانه في النار فياتيه من حر وسمومها. موقف صعب جدا، ربنا يا رب ما يحطنا فيه انا ولا انتوا ابدا. وهنا بقى يا صديقي يجي له راجل اسود شكله وحش جدا وريحته منتنه، ويدخل عليه ويقول له ابشر بالذي يسوءك، هو قرفان منه اصلا، هذا اليوم الذي كنت توعد به. صعبة والله العظيم، صعبة جدا وطريقة تخيلها أصعب. يا جماعة أنا بحكي لك اللي هيحصل في قبر متر في متر، يعني تخيل معايا كده والله العظيم لازم نتخيل الحاجات دي عشان نعرف نقرب من ربنا سبحانه وتعالى ونعرف اللي يحصل فينا بالظبط. واحدة من الحاجات اللي تنجينا من عذاب القبر ده يا شباب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه إذا دخل الإنسان قبره وكان مؤمن أحف به عمله الصلاة والصيام. تيجي الصلاة والصيام كده ويعملوا عليك دايرة ويفضلوا يحموك. وبرضه يا صديقي الصدوق من الأسباب اللي تنجيك
يحميك من عذاب القبر انك تموت يوم الجمعه. يوم الجمعه يعتبر حسن خاتمه. النبي عليه الصلاه والسلام قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعه او ليله الجمعه الا وقاه الله فتنه القبر. الله اكبر، يا رب كلنا نموت يوم الجمعه، اللهم امتنا يوم الجمعه. المهم يا صديقي، العبد الكافر ده يفضل في القبر بتاعه، القبر يضيق عليه جدا ويتفتح له باب يشوف مكانه في النار ويدخل له من حرها ومن ريحتها، وعلى الرغم من العذاب اللي في القبر ده كله يدعي ويقول: يا رب لا تقم الساعه، يا رب لا تقم الساعه. حتى العذاب اللي هو شايفه في القبر ده اخف بكتير قوي من اللي هيحصل فيه يوم القيامة. علشان كده بيدعي وبيقول: يا رب لا تقم الساعة. أهم حاجة يا شباب تاخدها من المقطع ده والمقطع اللي فات، الدعاء اللي قلت لك عليه في آخر المقطع هقوله لك دلوقتي، بس حاول تاخده سكرينه وتحفظه وتشيره يا صديقي، يمكن حد ربنا يهديه بسببك ويحفظ الدعاء ده ويقوله وتاخد حسنات ببلاش انت ما تعبتش فيها وكلنا نستفاد. ما تنساش: الدال على الخير كفاعله. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا وفتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال. الدعاء ده إن شاء الله يقيك من عذاب القبر زي ما النبي عليه الصلاه والسلام وصانا بيه، بس حاول تقوله بعد التشهد الاخير في كل صلاه، في كل صلاه يا شباب. المهم يا صديقي، لسه في احداث كتير جدا بعد الموت والقبر. هنا بقى يا صديقي تبدا مرحله البعث. كل الاموات هيقوموا وهيبعثوا من قبورهم تاني علشان يواجهوا اصعب يوم هيمر على تاريخ البشريه كلها، يوم ربنا غضب فيه غضب لم يغضب مثله قط ولم يغضب مثله بعد. فيا ترى ايه اللي هيحصل في الاحداث دي، ويا ترى هنشوف ايه بالظبط؟ كل ده يا صديقي الصدوق هنعمله في حلقات كتيره جايه ان شاء الله. احنا لسه في البدايه بس وبنسخن. دعواتكم معانا كده وشجعونا باللايك والكومنت اللذيذ ابو الاصدقاء عشان نعرف نكمل ونستمر. الموضوع والله العظيم مش سهل خالص، الموضوع محتاج مذاكره وتحضير وكتابه سكريبتات مناسبه علشان اعرف اشدك واخليك تكمل الفيديو، وكمان محتاج مونتاج بنفضل نمنتج فيه اكتر من 4-5 ايام كمان. فيعني بعد ما تسمع المقطع ده لايك يا باشا وكومنت وشير المقطع في كل مكان، احنا بنعمل حاجه محترمه يعني ولا ايه؟ المهم يا شباب، عاوز اقول كلمه في اخر الفيديو ويا ريت الكل يشيرها فضلا وليس امرا. الناس الظالمه المفتريه اللي عايشين بيأذوا في خلق الله ليه ما بيتعظوش؟ يعني هم مثلا فاكرين ان هم مش هيتعذبوا؟ والله يا جماعه الخير اعرف اباء وامهات شياطين بمعنى الكلمه، يقولوا للشيطان كده: قوم روح اعمل اي حاجه واحنا نقعد مكانك. والله اعرفهم، والله مش عاوزين يعملوا حاجه في حياتهم غير انهم يأذوا اولادهم اللي كبروهم، ومش يأذوا اولادهم كلهم، لا ده يحبوا كل الاولاد ويكرهوا واحد بس ويحاولوا يؤذوه باي طريقه. انا عاوز اقول لهم بس من خلال الفيديوهات اللي انا بعملها دي يمكن يوصل لهم. اتقوا الله، ربنا سبحانه وتعالى هيسالكم عن ده كله، هتقولوا له ايه؟ الاب والام اللي بيظلموا عيل من عيالهم كده هم بيرتكبوا كبيره من الكبائر وهم ما يعرفوش. ربنا سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه. يا جماعه الخير اتقوا الله، في قبر وفي موت وفي يوم حساب هتتسألوا فيه على كل حاجه، وفي يوم من الايام هتسيبوا الدنيا دي كلها وهتمشوا ومش هتاخدوا منها حاجه ومش هتستفادوا منها بحاجه غير عملكم الصالح. راجعوا اموركم يمكن تكون ساعتكم قريبه، وساعتها والله هتندموا على كل حاجه عملتوها واذيتوا بها. يا رب الرساله توصل. سلام.